والدي اداني كل الدعم ان انا اخس. كنا وقفنا الفيديو اللي فات ان انا فشلت في الدايت بعد اول 10 ساعات، واني ما عرفتش اقاوم الاكل، وكلت حمام وكلت ممبار ومش عارف ايه الساعه 2 بالليل. المهم ان انا حاولت تاني وما يئستش. انا حسن قعود، اخصائي تغذيه وكوتش، خس 80 كيلو، ساعد ناس كتير قوي ان هي تخس. ودي سلسله فيديوهات الرحله اللي اعلمك فيها ازاي تخس بشكل طبيعي مهما كان وزنك. الحلقه بعنوان شكرا ابي. قررت ان انا هحاول مره تانية، ووالدي قعد معايا قال لي شوف انت عايز ايه. هل انت عايز تشترك في جيم، ولا عايز تتابع مع دكتوره في التغذيه وفي الكلام ده؟ ف معرفش ليه ساعتها كان ده بيبقى طريق وده بيبقى طريق، بس يعني هو ساعتها كان كده، يا تاخد الطريق ده يا تاخد الطريق ده. المهم انا ساعتها قررت ان انا هروح جيم، وبالرغم ان احنا من اسره متوسطه مش اسره غنيه خالص، الا ان والدي كان حاطط كل الدعم واشترك لي في احسن جيم موجود في مصر الجديده في وقتها. تقريبا كان اسمه وورلد جيم، كان قدام الميريلا. كان يعني جيم خطير جدا بالنسبه للامكانيات ساعتها. انا فاكر ساعتها الرقم كان الشهر مش عارف ب 950 جنيه 900 جنيه حاجه كده. كان اجمد جيم. يوم ما تبقى خلاص انت في الشهر يعني بتدفع 250 جنيه. فانتوا متخيلين الرقم من 20 سنه او كده، او اكتر من 20 سنه كمان، بتتكلم في 900 جنيه. فده كانك اشتركت في جيم النهارده 9000 جنيه في الشهر مثلا. فكان رقم كبير جدا. والدي كان حاطط في دماغه ان ده هدفه الرئيسي، ولا تعليمه ولا مذاكره ولا شغل ولا فلوس ولا ده اهم حاجه، ده مشروع. واداني كل الدعم واشترك لي فعلا في جيم، بالرغم انه ما كانش مقتنع بنسبه كبيره اني هعمل نتيجه. بس قال هستثمر في المحاوله، او نشوف المحاوله دي توصلنا لفين. وكأي مواطن عربي مصري اصيل رحت الجيم. قابلني كوتش هناك، قلت له بقول لك ايه، انا مش عايز ابقى بالبيج رامي، انا مش عايز اشيل حديد. انا هلعب كارديو، اخس الاول علشان ما ابنيش عضلات على الدهون. طبعا يعني ده الف ب اي مواطن عربي اول ما يخش جيم يقول الكلمتين دول. آه وفعلا يعني بقيت بروح امشي على المشايه نص ساعه 45 دقيقه، وما بعملش ما بشيلش اي حديد. وكان ساعتها يعني برضو كان في مقولات عن الحديد برضو، العب بقى اوزان خفيفه علشان تخس، وبعد كده يعني كلها كلام غلط. بل بالعكس يعني يعني مفاجاه ليكوا يعني، ان انت كل ما يكون وزنك عالي كل ما يكون الافضل ليك انك تشيل حديد. يبقى ده الدرس الاولاني. كل ما يكون وزننا اعلى كل ما يكون ان احنا نشيل حديد احسن بكتير لحالتنا من ان احنا نلعب كارديو. ليه؟ لو انت وزنك عالي قوي وابتديت تلعب كارديو بانتنستي عاليه واوقات طويله، ده هياثر على المفاصل بتاعتك. لكن طول ما انت وزنك عادي وتلعب حديد، ده مش هياثر على المفاصل زي ما الكارديو هياثر. خليني اديك مثال. انت قاعد على الكرسي دلوقتي او انا قاعد على الكرسي اهو، انا ممكن وانا قاعد كده اجيب 2 دمبلز واعمل بايسبس كيرل وانا قاعد، ممكن اجيب ويت وارفع، ممكن اجيب ممكن انام وارفع الدمبلز فوق وتحت. كل الكلام ده وانا قاعد على الكرسي ومش هيأثر عليا بشكل كبير. تاني حاجه، اصلا بغض النظر على انه هيتعب مفاصلي ولا لا، انا لو عايز اخس الاولويه للحديد. هي اللي هتساعدني ان انا احرق دهون اكتر، هي اللي هتساعدني ان ما يبقاش فيه ترهلات، هي اللي هتساعدني ان انا احرق وانا مش في الجيم، احرق وانا في الجيم وبعد الجيم. بعكس الكارديو بيخليني احرق في وقتها بس. فمن الاخر انك تشيل حديد هو اولويتك طالما انت عايز تخس، سواء انت ولد او انت بنت، سواء انت عايز تخس رقم كبير عايز تخس رقم صغير، خايف من الترهلات. الحديد مهم. مش معنى كده ان انت ما بتلعبش كارديو خالص، تخلي الموضوع ميكس، بس الاساس بتاعك حديد. خلينا نقول ان 70% حديد 30% كارديو. وفضلت مستمر كده تقريبا اسبوع، بروح الجيم كل يوم امشي نص ساعه. ما اعرفش كانت ايه لازمتها، انا ممكن امشي تحت البيت بس ما علينا. وفي نفس الوقت كنت عامل دايت، ونجحت بقى في الدايت ده. في حوالي الاسبوع ده مشيت كويس جدا جدا، وكنت فعلا باكل قليل قوي 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 قوي. وفعلا ابتدى يبان عليا. يعني انا في اسبوع، خلي بالك لما واحد وزنه فوق ال 174 كيلو، انا لما وزنت بعديها بقيت 174 كيلو، بس واحد وزنه فوق ال 174 كيلو لما يعمل عجز كبير في السعرات ويلتزم في المشي كل يوم، فعادي جدا جدا ان انا كنت انزل 5 6 كيلو في الكام يوم دول، عادي جدا جدا. قلنا بقى ايه، احنا عايزين نتراك البروجرس، احنا مش عارفين احنا فين، احنا وزننا ايه، طب الدايت الصح الدايت الغلط. فاختي اقترحت ان احنا طب واي نوت ان احنا نروح لدكتوره كمان. برضو رحت لاشهر واحسن دكتوره كانت موجوده ساعتها في مصر الجديده بدون ذكر اسماء يعني. حجزنا. المشهد اللي احنا كلنا عارفينه، قاعده زحمه جدا جدا جدا. ساعتها ما كانش فيه اصلا طريق ان انت تخش، ما كانش فيه حاجه اسمها السوشيال ميديا. فيا اما انت بتروح عياده الدكتور يا اما انت بتروح الجيم، فما فيش اصلا طريق تاني في النص. القعده زحمه جدا جدا جدا. حجزنا كشف. انا فاكر الكشف ساعتها كان
ب 250 جنيه، انا فاكر الرقم يعني برضه 250 جنيه كان رقم كبير جدا من 20 سنه. ودخلنا وهي كانت ديسنت جدا، لذيذه جدا. كانت زي ما بتقول يعني ايه، براند، كانت هي براند يعني. هو ساعتها ما كانش فيه سوشيال ميديا، بس كان تقدر تعمل براند لنفسك عن طريق الاون جراوند يعني. وكان فيها ميزه كويسه قوي الصراحه، ان هي كانت رول موديل. يعني مهم قوي ان الشخص اللي بيديك نصيحه يبقى هو رول موديل فيها. هي كانت رول موديل، جسمها كويس جدا، حافظه على بشرتها برغم انها كانت صغيره في السن. يعني شكلها فعلا تاخد منها المعلومه تقتنع. هل باب النجار مخلع والكلام ده، هل دي جمله حقيقيه؟ ممكن تاخد نصيحه من حد ويكون الحد ده مش بيرفكت، مش معنى ان هو يعني مش بيرفكت ان انت تخش منه نصيحه، بس انت بتقتنع اكتر، ودي حقيقه يعني لما بيكون الشخص اللي قدامك رول موديل. المهم وقفت على الميزان اول مره بقى اشوف رقم يعني ايه يخلي الواحد يتخض. 174 كيلو. رنت بقى في ودني بقى، وانا عامل دايت اسبوع وبتمشى بقالي اسبوع، فخاسس مثلا 5 6 كيلو، فانت بتتكلم انا كنت 180 كيلو اصلا. فما هذا الرقم؟ يعني حاجه تخض. حاجه مهمه قوي عايزين نتكلم فيها الدرس الثاني النهارده. مفيش بروجرس من غير تراك، مفيش انجاز، مفيش تقدم من غير ما تقيسه. مهما انت كنت تتطور بس انت مش عارف انت كنت فين وبقيت فين، انت هتقع. فمهم جدا جدا الموضوع ده. فهي كانت بالنسبه لي حاجه مهمه جدا ان انا اعرف انا فين. انا عرفت خلاص انا فين، انا 174 كيلو، حتى لو كانت صدمه وانا مش بحب اتوزن، بس خلاص انت عرفت انت وضعك فين دلوقتي. وبناء عليه اي تطور هتبتدي تعرف انت كنت 174 بقيت 170 بقيت 160 بقيت 100. فبقيت انت عارف ان انت ماشي صح. طب خلينا نقول ان انت تتطور بس انت ما تعرفش انت كنت كام، فممكن تحبط. ما انت ممكن مثلا تبقى خاسس 15 كيلو ما تعرفش انت خاسس 15 كيلو اصلا. فمهم جدا 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 حته ان يبقى في حد فوق دماغك. لازم يبقى في حد بيقول لك، حتى لو مش احسن دكتور في العالم، حتى لو مش احسن كوتش في العالم، بس ان في حد فوق دماغك بيوزنك كل اسبوعين كل شهر على حسب ما تتفقوا. انا من مدرسه ان احنا نوزن مره واحده في الشهر، بس مش من مدرسه الميزان بس، من مدرسه ان احنا ناخد مقاسات، ومن مدرسه ان احنا نشوف اللبس نفسه علينا بقى اخباره ازاي، شكلنا في المرايه، دول اهم حاجات. والانبادي مش من مدرسه ان احنا نوزن كل اسبوع، بس مهم جدا. يعني ساعات الانسان بيبقى حاسس ان هو ما عملش حاجه، وبالرغم من كده هو لو قاس هو من ايه ده انا من شهرين كنت 160 دلوقتي بقيت 150، ده كويس قوي. فمهم ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده. ده موضوع من الاخر حياه وموت. طيب خليني اكمل لكم. جت الدكتوره قالت لي بص انت اكنك شايل واحد فوقك يعني، وده حقيقي. يعني لما نقول ان انا مثلا كنت رايح لها اولموست 180، فاكني 92 كيلو، فاكني عايش باثنين، عايش في واحد فوق كتافي. كانت جمله حلوه. لازم الراجل ده ينزل. اللي قالته لي بقى مش حلو ومش صح. قالت لي ما تتمرنش خالص، علشان انت لو اتمرنت هيبقى غلط عليك وبتاع ومش عارف ايه وكده. اخرك تتمشى. وهنا كانت حاجه وحشه وحاجه ما انصحش بيها اي حد. انك تخس مهم جدا، انك تتمرن عشان تعرف تستمر. ومهم جدا ان انت تتمرن حديد زي ما اتكلمنا في اول الفيديو. فما تسلمش دماغك لحد، اعرف الاول انت هدفك ايه. لان انت دلوقتي هدفك انك تخس، بس قدام هيبقى هدفك ان انت كنت تخس من غير ترهلات، هيبقى هدفك ان انت تخس بس يبقى شيب جسمك كويس. فحط دماغك في الموضوع ده، ان انت لازم ولا بد ان انت تتمرن. فقالت لي ما تعملش حاجه وتتمشى بس وامشي على الدايت ده. طبعا كالعاده يعني كلنا عارفين ورقه من الدرج، فتحت الدرج ورقه اللي كلنا حافظينها، مفيش حد لو قفلت الفيديو وقلت لك فكر فيها اكتبها في الكومنتات ثانيه هتخش تكتبها في الكومنتات. 2 بيض مسلوق، طبق سلطه، الغدا مشويات باي كميه وطبق سلطه و4 معالق رز، والعشاء زبادي باي كميه، لا 2 زبادي و2 فاكهه. كلنا عارفين الورقه دي وكلنا خدناها وكلنا جربناها، وللاسف لسه لحد دلوقتي الورقه دي موجوده. يعني لسه بيجي لي ناس مثلا يجي يقول لي انا كنت ماشي على الدايت، اقول له ايه يا ابني خلاص بقى. يعني الواحد بيبقى فاكر ان الزمن ولع على الكلام ده، بس للاسف هو الزمن ما ولاش. المهم اخدت الورقه وشفتها وبتاع. قالت لي جمله فرقت معايا في شخصيتي ساعتها، او مش فرقت معايا في شخصيتي، نفعت على شخصيتي ساعتها. انا شخص الى حد ما في الفتره دي كان عندي الحياه يا ابيض يا اسود، يا اما هاكل قوي 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 يا اما هبوظ قوي قوي قوي، ما عنديش وسط.
فقالت لي جمله حلوه قوي، قالت لي بص ده الدايت بتاعك، عايز تاكل نشويات باي كميه، عايز تاخد الفاكهه باي كميه، المهم لو بره الدايت ده خدت حته شوكولاته صغيره قد كده، قطع الورقه وانسى الورقه، انت بوظت. الجمله دي انا ما بقولهاش لحد دلوقتي، وهي مش جمله صح، بس نفعت شخصيتي. انا بشخص عندي الحياه كانت ساعتها ابيض واسود، بشخص عندي انضباط عالي، يعني انا شخص في حياتي عاده منضبط، فلو هعمل حاجه هعملها ستريكت، فانا همشي على الورقه بالنقطه، لو حاطه نقطه في الاخر همشي على النقطه دي. وقامت كاتبالي روشته فيها رصه ادويه سكر وادويه تسد النفس، حاجات بقى كلها المشهوره اللي انتوا عارفينها واللي ما زالت الناس بتاخدها لحد دلوقتي، بس بشكل ابشع، زي بقى الحقن وزي الكلام ده كله. ما كانش عندي سكر، كانت بالي بقى ايه ادويه كتير جدا. المهم انا خرجت من عند الدكتوره، قطعت الورقه بتاعت الدواء وسبت الورقه بتاعت الدايت، قلت انا هجيب كل الحاجات بتاعت الدايت وهعمل دايت، لكن الادويه دي انا مش هاخدها بمعنى مش هاخدها. وهي الدكتوره على فكره قالت لي كده بعدين يعني، قالت لي انا عمري ما كنت متوقع انك تخس من غير عمليه ولا ادويه، وانت يعني ايه زي تقول ايه، صدمتني. انا كنت بريح ضميري وخلاص، وما كنتش مقتنع انك تخس اصلا، فقطعت الورقه بتاعت الادويه وخدت الورقه بتاعت الرجيم. وده اللي هحكي لكم الفيديو الجاي، هحكي لكم بقى ازاي تمشيت مع الدايت ده، خسيت قد ايه اول كام اسبوع، الرحله مشيت ازاي، هل لعبت رياضه ولا ما لعبتش رياضه، الحاجات اللي وقفتني، وقعت كام مره، كل الحاجات دي هحكي لكم في الحلقات الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، لان الحاجات دي بتفرق جدا ان انا اكمل السلسله دي. وفعلا كنت زمان بشوف ان هي كليشيه قوي هي بتتقال، بس هي فعلا بتفرق ان الواحد يكمل. وصلنا لفقره الكوت، والكوت بتاع النهارده بيقول ايه؟ مفيش تقدم من غير ما تتراك، او من غير ما ان انت تتابع التقدم. طول ما انت مش بتتابع تقدم، طول ما انت مش هتتقدم، حتى لو انت فعلا بتتقدم، وهتيأس ومش هتكمل في الاخر.